بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة السوبر. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. فاز من لا يستحق، والأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. اشمعنى الكوره يعني اللي هيبقى لكم امل فيها؟ والله زي ما بقول لك كده. عزيزي، هل تعلم ان الأهلي والزمالك لا يستحقوا الفوز اليوم؟ عارف. اكيد تعلم. كلنا عارفين النهارده ان الأهلي والزمالك ما جوش وما يستحقوش الفوز. هتكلم الاول عن فرقتي لان انا راجل اهلاوي. الاهلي النهارده ما كنتش تعرف مين اللي كان لابس التيشيرت الاحمر، هل هو سيراميكا الاهلي والاهلي سيراميكا، ولا ما تعرفش. انا شايف التيشيرت الابيض بتاع سيراميكا هو الاحمر. سيراميكا كان بيلعب كوره وبيضغط وباستحواذ وبيقسم عليك لعب. لا على الاطراف ومن العمق. لا، سيراميكا كان عامل ماتش عالي جدا 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 فنيا، بإدارة أيمن الرمادي. احنا بقى عملنا ايه؟ عك كروي خام كده، تاخده تصنعه يطلع لك المنظر اللي احنا عملناه ده. يا راجل انا مش عارف، يعني انا شفت التشكيله قلت ان كولر هينزل يلعب ب 3-5-2. يا مسهل، مع انها ما تجيش مع العناصر اللي موجوده، بس مشيت مع بعض منهم كان موجودين فيها قبل كده. يعني كريم نيدفيد لعب بالطريقه دي قبل كده وكان بينزل في وسط السرد باكين، فكانت ماشيه مع كولر. جربها مره او مرتين. فانت النهارده عملت ايه؟ انت بتلعب بطريقتك العاديه. ليه تطلع امام جناح؟ وليه تلعب بكريم ندفد واكرم توفيق اللي انا اصلا عيني تعبتني؟ نص ملعب الاهلي انا عيني تعبتني فيه. مفيش نص ملعب في الاهلي. يا عيني قفشه كان بينزل ما بين السرد باكين عشان يستلم ويفضل يقدر يبني لعب. غير كده هما ما كناش نمسك كوره عن طريق اكرم وندفد. انت مش تمسك كوره. مين فيهم بيعرف ينقل الكوره وبيعرف يباصي وبصير كويس وعينه حلوه؟ مفيش. فانت ليه تعمل كده؟ النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. يعني ما علينا. بص يا كولر، انا دي رساله عايز اقولها بس الناس توصلها وكلنا بنقولها. يعني هو الناس دلوقتي معتقده ان كولر عايز يمشي. لا، هو كولر مش عايز يمشي. هو الفكره في ان حته الاداره ضغط عليه في موضوع الصفقات وما جابلوش صفقات. ماشي، انت وافقت ان انت تدخل الموسم بالسكواد ده، ما تتعبناش بقى. احنا مش هنشيل احنا ذنب اللي بيحصل من الاداره. حل مشاكلك معاهم ولاعب العناصر الكويسه اللي موجوده. هتقول لي بقى لازم سياسه التدوير، ودي سياستك من اول ما جيت، وانا عارف ان كولر مش بيعمل كده عشان يمشي. هي دي سياسته، ان دايما بيحب يعمل سياسه تدوير، بس مش في ماتشات اقصائيه يا كولر. احنا ذنبنا ايه؟ ليه نبقى قاعدين 90 دقيقه هنجض؟ امام عاشور، خف الضغط من على نفسك شويه. انت عايز تثبت لنا ان انت بدنيا واقف على رجلك وان انت احسن لعيب في مصر، وعايز تاخد كل كرة. انت اصلا ما بتلعبش جناح، عايز تاخد كل كرة ترقص فيها 2 3 وتجري وبتلعب طماع. كان في كذا فرصة انك تعمل فيهم اسيست تخلص الماتش من بدري. ليه تقعد مكركب بطننا ده كله؟ يا امام احنا عارفين ان انت لعيب كويس وكواليتي عالي جدا وواقف على رجلك بدنيا، وانت عملت معانا ارقام ما عملتهاش مع الزمالك. ففكك من السوشيال ميديا وفكك من الاعلام اللي بيوقعك. احنا تعبنا ومش كل شويه هنفضل نعيد لك الكلمتين دول. الفزلكه مش هتجيب نتيجه معانا. احنا في الاهلي ما بنلعب لعب جماعي، ما بنلعبش لعب فردي. ولو فردي بيبقى 1-1 1-2 اخرك. لكن هتفضل تزود وتلف، عايز تبقى الفرقه كلها ليه يا مان؟ الحمد لله عدت على خير وكسبنا. وتعالى لي بقى يا قلعه. تعال تعال هديك ايجار السنه كله. تعال يا راجل يا محاسن حبيبي عم ليه. تعالى لي. المهم هقابل القلعه ان شاء الله في يوم الخميس في نهائي كاس السوبر المصري، وما فيهاش، ما بقاش فيها خلاص. المهم نتكلم الاول عن ماتش الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز، الزمالك لا يستحق الفوز قلبا وقالبا وتحكيميا وكل حاجه كل حاجه. حتى فنيا بيراميدز كان اعلى بكتير. بيراميدز عمل كل حاجه في الماتش، ويعني يعني أنا مش عارف حظهم ما كانش ماشي النهارده بيراميدز يكسب بسكور. ما حصلش، وحظهم ما كانتش ماشيه معاهم. دلوقتي الكوره اللي جت جون بتاع يوسف اوباما في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضايع. الكابتن محمود عاشور الحكم الفار، لو في الدوري المصري انت هتقعد فيها 5-6 دقايق الكوره دي. انت هناك ما كملتش دقيقه. ده انت ما خدتش 30 ثانيه يا راجل. ده الواد اللي كان لسه بيحتفل كان رايح يعتذر للجمهور والكلام ده، رحت لاغي الهدف ده بناء على ايه؟ ايه السرعه دي يا راجل؟
الكرة دي لو للزمالك انت هتقعد فيها 3 4 دقايق عشان تشوف لها طريقة ازاي تحسبها بيها. وده هنا انا مش بشكك في الكابتن محمود عاشور، انا بتكلم على التحكيم المصري عموما. لو كوره لاهلي او لزمالك، انا ما بتكلمش على الزمالك بس، الكوره لو لاهلي او لزمالك نفس الكوره دي هياخد وقته فيها قوي عشان يشوف يحسبها ازاي. لو ما فيهاش خالص وباينه بقى ماشي ساعتها، لكن انت ما ايه، انت ما خدتش انت عايز تلغي الجون، انت عايز تلغي مش عايز تحسبها. ادي لكل واحد حقه. انا ما بكون مش بشجع، انا عايز الزمالك في النهايه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، بس بتكلم على الفير، التحكيم المصري اللي احنا كنا بنطالب ان هو اللي يرجع وبتاع ويحكم السوبر يا عم ماشي، طالبته واحنا وافقنا والناس وافقت والادارات وافقوا والدنيا بيساندوا التحكيم المصري، ما تعكوهاش بقى على الناس. يعني الكابتن محمد ناجي جده كاتب بيقول يا رب يعرف ينام النهارده الكابتن محمود عاشور، ان ضميره يبقى مرتاح. يعني ليه ندخل في مرحله ان احنا نشكك في ذمم بعض؟ ما تدي لكل واحد حقه، بس ده اللي مطلوب. فالنهارده فاز من لا يستحق اذا كان الاهلي او الزمالك، وان شاء الله هنشوف يوم الخميس مباراه مليانه كده بالعك الكروي، لان هنشوف بقى طبعا احنا الاهلاويه والأهلي مغلوب في كاس السوبر الافريقي، فمش هنبقى عايزين نتغلب مرتين، فهتلاقي بقى في التحامات وفي ضرب وفي بتاع. طبعا احنا مش بنأيد ده، بس انا عايز لعيبتي تبقى رجاله وبتلعب بجرينتا وروح، بس مش بأيد ان احنا نخش نبوظ الماتش. مش عايزين نبوظ الماتش ومش عايزين نبقى مندفعين، عايزين القلعه تيجي عشان نحتلها. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا، يلا بينا، واخد بالك انت؟ نحتلها. كفايه عليكم، سلام عليكم.